السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة أخبار الكورة العالمية. صلوا على النبي كده في الحلقة دي، وعايز كل واحد فيكم يسمع الحلقة دي يعمل لايك وشير للقناة الحلقة ويشترك في القناة. وهزيمة مخزية لنادي الزمالك. الزمالك النهاردة في دور 32 في الكونفدرالية يتغلب من فريق غير مصنف، فريق مجهول، فريق اسمه أرتا سولار من جيبوتي. المباراة كمان مش في جيبوتي، كمان المباراة بتلعب في تنزانيا. فريق الزمالك يتغلب 2-0 من هذا الفريق الضعيف اللي اتغلب قبل كده من 9-1 من المقاولين العرب، 9-0 في مصر، 1-0 بره ارضه كمان في جيبوتي. فعلامات استفهام كتير على نادي الزمالك. نعم ماشي، الزمالك بيمر بأزمة، ولكن مش بهذه الطريقة. ما يتغلبش من فريق زي ده هناك. يعني مباراة في المتناول، فريق متواضع، فريق لو قيمته التسويقية حسبتها هتلاقي حوالي $800,000. $800,000 أقل من عقد راتب في نادي الزمالك أو في نادي أي نادي في مصر. يعني مش عايز أقول إن الزمالك حفل امبارح على النادي الأهلي عشان الأهلي خسر من اتحاد العاصمة في بطولة السوبر. فريقين ابطال بيلعبوا، بطل الكونفدراليه او بطل الاتحاد الافريقي وبطل الدوري الابطال، بيلعبوا على كاس سوبر، والاهلي خسر وتحفيل من نادي الزمالك. اصبر لبكره، يعني امبارح النهارده كنت صبرت، يعني مش لازم هذا التحفيل. انت عندك مباراه سهله، انت كنت ضامن هذه المباراه. الثقه الزايده بتاع نادي الزمالك ولا المشاكل نادي الزمالك هي اللي ادت للخساره، ولا غياب زيزو ادى للخساره؟ في لعيبه كتير في نادي الزمالك، لعيبه قادره انها تفرق، على الاقل تيجي تعادل. لكن هزيمه 2-0 صراحه يعني هزيمه ثقيله لنادي الزمالك. الزمالك بدا الموسم حتى في المباراه الوديه اتغلب 3-0 من سيراميكا، وتاني مباراه في الموسم مباراه وديه هزيمه 3-0، مباراه رسميه في افريقيا هزيمه 2-0. عنده اول مباراه في الدوري مع بيراميدز، ما اعرفش هل مباراه بيراميدز هيتاجل ولا لا، لسه ما تعرفش. نادي الاهلي وهزيمه نادي الاهلي امبارح من اتحاد العاصمه، المباراه الغريبه العجيبه. اتكلم عن ايه هي اسباب هزيمه الاهلي في السوبر الافريقي امبارح. طبعا اول سبب الحكم. كل اجمع، انا اتكلمت امبارح ان الحكم سيء، والحكم هو اللي ضيع المباراه، مع استهتار من لعيبه الاهلي، مع اداء سيء من لعيبه الاهلي. ولكن الحكم كان سيء جدا. الحكم هدف لكهرباء الجميع قال عليه هدف صحيح مليار في المية، مفيش أي غلط. إمام عاشور شاط كورة وقعد من الحارس، شاطها كهرباء كملها هدف. بعديها ضربة جزاء على فكرة ضربتين، احنا حتى لو ضربة جزاء واحدة، ضربة جزاء كهرباء خدها كهرباء، مسك اتشد، خدها رضا سليم. حتى رضا سليم يعني لو ما كانش شاط الكورة، لو أي لمسة للكورة جول. ضربة جزاء وهدف صحيح لم يحسب للنادي الاهلي. فالحكم كان سيء جدا، وهذا هو التحكيم الافريقي. الفار سيء. الفار في الهدف ما ناداش على الحكم، الفار في ضربه الجزاء بتاع كهرباء ما ناداش على الحكم، ضربه الجزاء الثاني ما ناداش على الحكم، ضربه الجزاء بتاع اتحاد العاصمه نادى على الحكم. طب انت ليه المكيال بمكيالين؟ ليه؟ عايزين تطوير في منظومه التحكيم. عندك كمان من اسباب الخساره سوء التشكيله. اول ما شفت التشكيله جبت التشكيله برضو. ما ينفعش امام عاشور يبدا، اي نعم مع الاحترام لامام عاشور اللعيب، بس يعني اول مباراه ليه كان يبدا احتياط. رضا سليم برضو كان احتياط. رامي ربيعه عندك، ياسر ابراهيم كان جاهز. في سوء في التشكيله برضو. علامات استفهام على خروج عبد القادر من بره ال 18. تراجع كمان النادي الاهلي في اخر 5 مباريات. تخيلوا يعني بيحكي اخر 5 مباريات الاهلي في الدوري والكاس، الاهلي ما فاز الا مباراه واحده بس اللي هي المواطن المصري. التعادل مع المصري والتعادل مع حرس الحدود، واتغلب من بيراميدز في الدوري، وامبارح اتغلب من اتحاد العاصمه. الاهلي في تراجع، كمان في تراجع. امبارح كان رغم الاستحواذ 64%، لكن دقه التمرير الاهلي كانت بتعدي 560 تمريرا، امبارح كان 399 تمريرا رغم الاستحواذ، ولكن الاستحواذ بلا فعاليه. استحواذ ما فيش فعاليه، ده من اسباب برضه الهزيمه. سوء التمرين كان خطا. قله العرضيات،
ما شفناش امبارح عرضيات لا من محمد هاني ولا معلول، عرضيات قليله جدا يعني. عرضيتين من 19 عرضيه النادي الاهلي، معدل منخفض جدا جدا جدا. الثقه الزايده عند لعيبه الاهلي زي ما قلت، سوء التمرين، الثقه الزايده، عدم التمركز الصح. يعني عندك امام عاشور، انا امبارح ما شفتش تمركز، حتى لما طلع مروان عطيه امام عاشور ما عرفش بيلعب فين اساسا. مروان عطيه امبارح كان سيء جدا، بعيدا عن ضرب الجزاء اللي السبب فيها، لكن كان سيء جدا. فالاهلي امبارح كمان الفرص، كم الفرص اللي ما عرفش الاهلي يترجمها، فرص كتير مهاجمين الاهلي برغم كم المهاجمين حوالي، يعني طلع اثنين من نص الملعب ولعب ب5 مهاجمين. محمد طاهر كان سيء جدا، ضاعت فرص، كهربا يضيع فرصه، قفشه ضيع، علي معروف ضيع، رضا سليم ضيع، حتى صلاح محسن لما نزل ضيع. صلاح محسن انا يعني شايفه مش هو صلاح محسن اللي الاهلي يعتمد عليه. منتظرين مودست في لقاء المصري. انخفاض كمان معدل اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي، وخاصه في الشوط الثاني. الشوط الثاني الاهلي يعتبر ما جاش، وبالذات معلول وامام عاشور محمد هاني، في انخفاض واضح في اللياقه البدنيه بتاع الاهلي. فالفرقه مش عايز، الفرقه ما كانش في حالتها، مش في يومها. ما فيش فريق في الدنيا بينتصر وياخد كل البطولات. الاهلي خد 5 بطولات السنه دي، ونتمنى البطوله السادسه، ولا قدر الله وما شاء فعل. كمان يعني كما قال كولر، ان كولر طبعا كان غضبان وعنف اللعيبه وقال نتحمل الهزيمه. انا اتحمل الهزيمه بجانب اللعيبه برضه، يعني مش انا بس اتحمل الهزيمه، لكن انا واللعيبه نتحمل الهزيمه، ولابد من معالجه الاخطاء في بدايه الموسم. وكويس ان الهزيمه جت بدري. اي نعم هزيمه ببطوله، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الاهلي عنده مباراه يوم الثلاث مع المصري في الدوري، ثم 24 مع سان جورج، ثم 27 مع سيراميكا، ثم 30 مع سان جورج. يعني في خلال 13 14 يوم هيلعب الاهلي 4 مباريات. في حاجه ثانيه حصلت امبارح غريبه جدا. المباراة كانت 100 دقيقة، تخيلوا المعدل الفعلي اللي اتلعب فيه المباراة كام دقيقة؟ المعدل الفعلي 33 دقيقة. فريق فايز بهدف ويقع. شوط تاني بالذات، وبعد الهدف بالذات تبديلات، اللعيبة بتقع، اللعيبة بتخرج، الحكم بيوقف في المباراة، تبديل وخروج ودخول. 10 لعيبه، اكتر يعني حوالي 10 لعيبه من فريق اتحاد العاصمه بيقع اصابه، يقوم ويطلع ويدخل ويتحمل العربيه ويجي تاني. في حاجه غريبه. فين القوانين؟ فين اللوائح؟ فين قوانين الكاف ولوائح الكاف؟ كل شيء عايز يتغير، كل شيء عايز يتغير. ما ينفعش اللي بيحصل ده في يعني عايزين تطوير في الكره الافريقيه، تطوير في الحكام، تطوير في كل حاجه صراحه. اتمنى ان تكون ساعدتكم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم.